السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. اللهم صل وزد وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زيدوا النبي صلى عليه الصلاة والسلام. وان شاء الله النهاردة ان شاء الله بإذن الله معانا روتين يا بنات كده، هو في أعزكم الله يعني في الحمام زي ما انتم شايفين. هنروج الحمام كده وننظفه وهنعمل روتين ان شاء الله باذن الله. حطوا لنا اللايك من ايديكم الحلوه، الله يكرمكم يا رب ويجبر بخاطركم ويرضيكم ويرضى عنكم. عايز اشكر كل اخواتي وكل حبايبي وكل متابعيني اللي بيدخلوا على القناه وبيكتبوا كلمه حلوه، وربنا ان شاء الله باذن الله اللي بيقول كلمه طيبه صدقه، وربنا ان شاء الله يجبر بخاطرها. و... وبشكر اختي ام جمانه على دعمها على الفيديوهات بصوره شكرا. وبشكر محبة الصالحين برضو، بشكركم خالص والله على دعمكم. ربنا يا رب يكرمكم ان شاء الله بكل خير بإذن الله تعالى ويزيدكم. وبشكركم والله على اللي بتحط لايك، شكرا لها من القلب يعني، واللي بتكتب كومنت حلو ربنا يا رب يجازيها خير بإذن الله تعالى ان شاء الله. وكل اللي بيعمل خير هيلاقيه، كل اللي بيعمل خير يا جماعة هيلاقيه والله العظيم. ثواني اعمل التليفون، دايما بنسى ان انا اعمل والله كاتم التليفون، سامحوني يعني. المهم ان هو اغسل الحيطان كده زي ما انتم شايفين. انا هستخدم معايا سترز، وهستخدم هاربك للحمام. وعايز اقول لكم المنظفات طبعا اسعارها عدت يعني عدت بجد. الواحد اتصدم لما كان بيشتري الحاجه اللي كانت الحاجه ب20 النهارده وصلت 55، ومتعرفيش ازاي الحاجه فطت بالسعر ده. بس الله المستعان. الحمد لله على الصحة والستر، والحمد لله على كل حاجة ربنا ادهلنا. الحمد لله على السراء والضراء، الحمد لله على كل حال. اتعلمت والله من ساعة يعني ما شفت اللي حاصل وتابعت أخبار إخواتنا الفلسطينيين وكده. والله اتعلمت واستمدت منهم بجد، والله استمدت منهم حاجات كتير خالص كنت مفتقدها. استمدت منهم الصبر والقوة والعزيمة والإرادة، حاجات كتير حلوة بجد. حتى في الأطفال يعني الأطفال إحنا ما نعرفوش نعمله يعني ما كناش فينا يعني عزيمة وإرادة زي اللي عند الأطفال عندهم. تبارك الله عليهم. ربنا يا رب إن شاء الله بإذن الله تعالى يتقبلهم إن شاء الله بإذن الله شهداء في الجنة بإذن الله تعالى. وربنا يسترها معاهم يا رب بحق لا إله إلا الله، وينصرهم على من يعديهم ويعليهم بإذن الله تعالى يا رب. و... وربنا يفك كرب كل مكروب يا رب. بصوا يعني بتيجي تعليقات سلبية، يعني هنقول ان احنا مش ملايكة على الارض، ومش لا سمح الله يعني، ومش هنرضي كل الاطراف. اكيد في ناس هتقبلنا وفي ناس مش هتقبلنا. ده الواقع اللي بنعيشه سواء على اليوتيوب او بره اليوتيوب، ده الواقع والحقيقة يعني. في اي حتة هتقابلك الناس اللي هتقبلك وناس مش هتقبلك، ده على راسنا من فوق. واحنا يعني مش بنعترض على كومنتات سلبية ولا اي حاجة، بس وما بحبش برضو ارد على الكومنتات السلبيه واتكلم عليها. ما عجبتنيش بعمل لها حذف واكبر دماغي. بس في كومنت والله العظيم يعني انا مش برد عليه ولا حاجه، انا بس بفهمها واوعيها. الفيديو اللي نزلته امبارح اختي ام ساجد كان في فيديو الفايش، وده كان باقي ان هي بتوضب الاوضه وكده وحبت توريلكم، فكان مقسوم على مرتين. فانا كنت منزله فيديو وبعد كده قلت بنزل الفيديو الثاني، فنزلت الفيديو الثاني. فانا امبارح طبعا براجع الفيديو كده اشوف حاجه ظاهره فيها بتاع اعمل لها ايموشن، احب يعني اراجع الفيديو طبعا، ده شيء اكيد. بس فايه لقيت اختي كاتبه عندنا على الكومنت انت ايه الوساخه اللي حواليك دي، وازاي عايشين في المزبله دي ومش عارفه ايه والكلام ده. عايز اقول لك اول حاجه ده كانوا بيخبزوا فاش، فالصواني مرميه والطباقه وكله، لان هم كانوا بيخبزوا ساقطين يعني في الفاش والخبيز، فانتوا عارفين اللي بيخبز بيبقى يعني مطحون في كل حاجه. تمام، دي حاجه. رقم اتنين والاهم ان انا كنت هقول لك يعني اللي فكرت فيه لما قريت الكومنت بتاعك. ما لفتتش نظر كلمه زباله ولا مش زباله ولا الكلام ده. ما هو بص يعني لما تكوني بتخبزي وهايصه اكيد هتبقى حواليك كركبه مواعين، لكن ما كانش في زباله. ده انا مش برد والله على الكومنت يعني على كلمه زباله دي اصلا، بس انا برد على كلمه ان هو ما فيش حاجه. حتى لو علقت على حاجه تانية غير الزباله، اعتبر علقت على حاجه تانية غير الزباله. ما فيش حاجه في الفيديو لفتت نظرك ولا لفتت انتباهك ولا حركت لك احاسيس ومشاعر كبني ادمه
غير موضوع الكركبة. حتى في اختي ردت عليها كده، متابعة لينا، ربنا يا رب يعزها، ردت عليها رد برضه و... وقامت بالواجب معاها. بس انا والله العظيم يا بنات، انا يعني من طبعي ما احبش حد يرد على حد وتحصل جدل عندي وتحصل مناقشات حادة والناس تشيل من بعضها وكده، واحس انا بالذنب يعني. فانا هي بترد عليها عادي على اساس تشوف هي الكومنت كاتباه ايه. فبالك موضوع اخت ام ساجد ده ان هي اصلا تعبانه. يعني والله العظيم انا ما كنت هنزل فيديو، ما كنتش هنزل فيديو. انا اتفاجأت بالفيديو واتصدمت بالفيديو لما يعني سمعت او كده. بصراحة اكون واضحة معاكم وصريحة عشان كذب خيبة. انا كنت احذف بعض الكلمات عشان انا فاهمة اليوتيوب اكتر منها وكده، بس حسيت يعني دي امانة وعايزة توصلها او رسالة عايزة توصلها. فبصراحة قلت خلاص هي ونصيبها، يعني كده كده دول اخواتنا ومتابعين لينا وهيتقبلوا الكلام ومش هيتضايقوا من حاجة. هي بتفضفض معاكم وهي كتر خيرها برضه، هي مجروحة يا جماعة. هي يعني النهاردة اللي معاه عيل بيقول معايا عيل، وتبقى الأب والأم مع بعض ومش قادرين يوفوا في البيت ومش قادرين يكملوا. إيش حال هي لوحدها؟ هي مرمية لوحدها، ولا طايلة سما ولا طايلة أرض، لا طلاق ولا غير طلاق، رافعين القواض والبتاع ما وصلناش لحاجة. فهي حاسة بحمل عليها. الواد بيقول لها كلام أكبر منه، الواد طبعا ابتدى يكبر وبيقول لها كلام كبير. والله 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 امي لسه مكلماني من شويه وبتحكي معايا، فحكيت لي كلام والله العظيم انا اتذبحت من جوايا. انا يعني من جوايا بصوا مش عايزه اقول لكم، حاسه عشان انا قلت لكم مرارا وتكرارا ان انا الكبيره في اخواتي فعايله همهم. فامي بتشكي لي عشان انا الكبيره، بتحكي لي على الدنيا والحال وكده. فاتأثرت خالص، فضلت يعني ابكي لما اتأثرت خالص، دماغي دي رفعت. فانا الفيديو بتاعه مسجد من امبارح رافع دماغي ومخليني مش قادر استوعب. عمال افكر في الظلم اللي هي يعني وصلت له وتعرضت له، ونفسي اعمل حاجه، يعني نفسي اتصرف اي تصرف كده. هو فمش مش عارفه اعمل ايه، مش بايدي. انا برضو ايه في بيت وفي التزامات وفي عيال، فبرضو مش بايدي. نفسي يعني اسعدها باي طريقه وباي شكل، بس مش عارفه اعمل ايه. فبجد امبارح تعبت خاص بسبب الفيديو بتاعها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي بيتكلم على جبر الخواطر، وان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يعني الكلمه الطيبه صدقه. يعني يا جماعه والله العظيم لو تقروا في القران وتتقربوا في القران وسوره البقره في بدايه القران وتقروا فيها الايات بتاعتها كلها مفسره كل حاجه بتحصل في الدنيا، من الصدقات لصله الرحم للحرب. ثواني يا حمزه اخلص الفيديو واعمل لك اوريك الواجب. ثواني ماشي، خليها لي ثواني انا اوريها لك. من كل حاجه مذكوره في سوره البقره، لسه شويه على الدرس. كل حاجه مذكوره في سوره البقره، كل حاجه، والقران عامه. فلو تلجأوا للقرآن وتلجأوا للدين وتقروا كلمات ربنا وتقروا ربنا قال لنا ايه وحذرنا من ايه وايه اللي بيحب ربنا وايه اللي المفروض نتبعه ونتبع سنة رسولنا، ما كناش احنا نجرح بعض ونخوض في بعض ونشتم في بعض. الانسان بيحفظ لسانه، الانسان بيحفظ لسانه ويحفظ نفسه ويقول الكلام اللي يرضي الله قبل ما يطلع اي كلمة. ما يجرحش حد، الجرح ده صعب، صعب انك تجرح حد هو اصلا مش مستحمل. يعني ما تشوف الكومنتات دي وتزعل، يعني تخيلوا انتوا ايه. فكفايه اللي هي فيه، يعني كفايه اللي هي فيه. ثواني يا حمزه. هنا برضو يعني الولد بس يعني معلش فصلت معاكم بوري له حاجه في الواجب. انا مش هكمل كل الحمام، يعني الباب لسه هعمله عشان في مرايه ما قدرتش اعمله معاكم. وهوضب يعني شوية حاجات كده في الحمام، اظبط الدنيا. يعني في حاجات مصفرة كده في المواسير وبتاع، رشيت عليها سترس. سترس ده اختراع، حاجات كتير عملتها برضو. بس ايه، طبعا ورايا التزامات والله عاملة زي النحلة وسطيهم طول النهار. والله العظيم يا جماعة يعني زي النحلة. يعني الصداع ده مش سايبني. من دي يا ماما الاكل الشرب اللي وريني الواجب لتوضيب لمواعين اللي مش عارفه ايه. يعني ولازم تحضر اي غدا يوميا، حتى ان شاء الله تعمل اي حاجه، المهم تقف في المطبخ وبس وتجهز اي حاجه، ما تقدرش تتاخر عليهم. بس اللي يقدر يقول كلمه حلوه في الناس اللي متلومه مجروحه واحده والدنيا جايه عليها يقدر. اللي ما يقدرش يا جماعه ما يتكلمش، بالله عليكم بلاش حتى الكتابه خالص، عشان انا برضو بتاثر بالكتابه يعني. يعني مش عارفه ايه
انا عارفة ان احنا مش هنرضي الرأي والرأي الاخر زي ما بيقولوا كده، يعني مش هنرضي كل الاطراف. يعني احنا لازم نقبل كل الاراء ماشي، بس ايه، هي مش هتستحمل الكلام ده. يعني سيبوها في اللي هي فيه. يعني مفيش حاجة خالص في الفيديو لفتت نظرك؟ مفيش حاجة خالص لفتت نظرك ولا حركت لك مشاعر خالص؟ ما حسيتيش بأي وجع في الفيديو؟ ما تأثرتيش؟ يعني انا اتصدمت وانا بمنتج في الفيديو والصوت سمعته والبكا والبتاع، انا رحت فيها انهارت. فالنهارده قلت لها انت وجعت قلبي بجد يعني، لان انا عارفه الحال وعارفه الدنيا وداريه بيها كويس. الحياه يا جماعه اتغيرت، الحياه اتغيرت 180 درجه. الحاجه زادت الطقطقان والدنيا اتغيرت. ما كلكم عارفين، البلاد كلها الغلا على البلاد كلها، مش عندنا بس. بس في غلا مع ناس يعني ربنا مديها والحمد لله مش هيفرق. في غلا مع ناس مش معاها دخلة اصلا، فهيفرق وهيفرق وهيفرق. يعني مش عارفة والله، انا مش قادرة اتكلم اكتر من كده. وانتوا اكيد كلكم ناس اذكياء ما شاء الله ومتعلمين وفاهمين انا عايز اقول ايه. فسيبوا ام ساجد في حالها. يعني ما يعني مش كل ما تنزل فيديو تلاقي واحده تفط لها كده زي الصاروخ تقول لها انت يوميات فاطمه، انت مش عارفه ايه. يعني في واحده كده زي الصاروخ كده تفط تيجي في النص كده تصدم الناس بكلامها. مالها يعني يوميات فاطمه؟ مالها لو هي ربنا اداها وكافحت وقناتها كبرت مهما كانت بتعمل ايه. بصوا، يعني حتى لو كانت بتقول ادوني فاطمه في الفيديوهات، اللي عايز يدي بيدي. العطاء هو الله اصلا، اللي عايز يدي حد بيدي. وبعدين اللي بيدي حد ده بيدي عشان ربنا امره بكده، فهو بيتبع دينه. عشان متبع دينه وعارف تعاليم دينه واللي ليه من اللي عليه عند ربنا، فهو بيتبع دينه عشان يرضي ربنا قبل ما يرضي العبد. مش هيرضي العبد، لا، يرضي ربنا. تخلي السرور على قلب مسلم ده هو بيدخل، يعني ربنا وحده بيفرح قبل ما تدخل السرور على قلب الانسان. لا، رب العزه اللي خلقك وسواكي واداكي كل النعم اللي انت فيها، هو اللي مديك المال، مديك كل حاجه، ربنا اللي امرك بكده. ادخلوا في سوره البقره واجروا وتصفحوا وافهموا الدين رايح فين وجاي منين. فالاقي واحده كده تسحب من لسانها وتدخل تقول لها كلمتين تجرحها بيهم. انا قلت لكم احنا بنقبل الراي والراي الاخر، بس في كلام بجد مش ما ينفعش خالص. واحدة الدنيا جاية عليها وبتنام الليل ابنها بيسأل فيها أسئلة: يا ماما بابا فين؟ يا ماما جاي امتى؟ يا ماما جايب ايه؟ يا ماما نفسي اجيب كذا زي الواد ده كذا، نفسي اجيب مش عارفة لعبة، نفسي اروح مش عارفة فين. وهي كله لا لا لا، ما فيش. وتفضل تفهم في الواد عشان تقنع ابنها ان ما ينفعش، ما فيش، ما يصحش، لا ما فيش. فهي غصب عنها. فتجيش انت تيجي تزيد الطينة بلة. ما عرفتوش تجبروا الخواطر، ما تكسروهاش. انا عارفه ان عندي متابعين محترمين وما شاء الله عليهم اخلاقيا ودينيا. انا عارفه ان عندي ناس محترمه ومش هتقول يا ام منى نكدت علينا وهتقبل كلامي. و... وبرضو انا بشكرهم ان هم بيقبلوا كلامي وبيقبلوني في الحلو وفي الوحش وبيستحملوني. بس انتوا قولوا لي ايه اللي ممكن اعمله. انا مش عايزه حد يغلط فيها ولا يشتمها ولا اي حاجه، مش عايزه حد يرد عليها اساسا. سيبوها كده مع نفسها. بس مش هي بس، ده في كومنتات كتير بتيجي مستفزه، والله العظيم بحذفها قبل ما المتابعين يشوفوها. يعني لو عدى على كومنت ساعه والله بتكسف قدام المتابعين، وحياة ربنا بتكسف. اقول يا لهوي، عدى ساعه الكومنت وانا ما شفتهوش. معقول انا ما شفتهوش؟ كنت حذفته بسرعه. مش حابه اسمع كلام يجرح اختي، مش حابه اختي تشوف حاجه تضايقها. يعني الأنا الكبيرة يا جماعة، فعايلة همهم أكتر من أمهم. أمي برضو يعني مش بتشوف يوتيوب ولا بتاع ولا بتقرا ولا أي حاجة. أنا الكلام ده هو بيتعبني أنا نفسيا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بشكر الأخت اللي بتقول يا أم منا إحنا بنحب الروتينات بتاعتك، ويا رب إن شاء الله بإذن الله تعالى نول إعجابكم بإذن الله تعالى وأكون عند حسن ظنكم. واتمنى بس منكم مشاهدة اعلان واحد بس. انا مش طالبة اكتر من اعلان، بس مشاهدة الاعلان عشان القناة ترفع ان شاء الله باذن الله تعالى وتكون مصدر رزق. والحمد لله اللي بيقدرنا عليه ربنا. انا بقف مع امي والحمد لله والشكر لله يا رب. فانتوا اوقفوا معايا في القناة عشان القناة ترفع ونرفع. ان شاء الله رفعت القناة هيبقى مش ليا لوحدي، يعني احنا مع بعضنا في مركب واحدة كلنا. و
وربنا ان شاء الله باذن الله يرزقنا باذن الله تعالى، عشان ايه؟ نسعد كل اللي حوالينا ان شاء الله باذن الله. بس يا بناتكم بتاع ده اعلان واحد بس يعني يكون يرضي ربنا شاهدوهولي، وبرضه يبقى جزاكم الله خير. يعني سامحوني كنت بطلب منكم مشاهدة الإعلان وكده، سامحوني. أنا يعني عايزة ألاقي مجهود في القناة، ألاقي تعب في القناة يترد. بس اللي هنا في بقع سودا هتلاقوها في الأرض. الواد كان كبيب لي الورنيش، الواد الصغير، فسود في الأرض، فقلت بجيب له ملمع السيراميك، فمرضيش يطلع معايا خالص من الأرضية وكده هو. بس وايدنا يعني الواحد ما بيبطلش والله العظيم توضيب ولا دي ولا دي، يعني على طول واحد شغال زي النحلة في البيت. والحمد لله برضه على رأي متابعة وأخته عزيزة الله يمسيها بالخير ليا، بتقول لي يا أم منى احمد ربنا إن هم في البيت لما بتحكي معايا، احمد ربنا إن هم حواليك وبيعملوا دوشة وهيصة، أحسن ما يكونوش بكرة وبعده يكبروا ويتجوزوا ويكونوش موجودين حواليك ومفيش هيصة حواليكي. يعني لما تتعب وتعملي وراهم أحسن ما أنت ما تعمليش خالص وما تسمعيش صوتهم. فبجد وعدتني وصحتني الحاجات كتير كنت مفتقداها من الضغوط وكده، بحس بوجع جوايا واتضايق. بس فعلا وعدتنا الحاجات كتير. ربنا يا رب يبارك لها ويجزاها خير ويمسكم بالخير ان شاء الله. تنسناش يا بنات في اللايك وشهادة الاعلانات. الله ان شاء الله يا رب يجبر بخاطركم ويرضيكم ويرضى عنكم، ودعواتكم ما تنسوهاش لاخواتنا اهل فلسطين. ربنا يا رب ينجيهم بحق لا اله الا الله يا رب. انا هكمل باقي الروتين عشان بس منه وراها جاي من الدرس، وراها واجبات وكده، فمش عايز اتقل عليها اكتر من كده. فحبيت اوريكم بس الروتين معايا، وان شاء الله باذن الله انتظروا منا كل جديد باذن الله. كرمنا ربنا واستودعكم الله في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.